يا مساء الفل، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا مناح. اليوم بدي اعمل انا وياكم صينيه سردينه بتجنن بجد، مش عشان انا عاملاها بامانه روعه، بس قبل ما تفوتوا على الفيديو يا غاليين صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يلا تعالوا مع بعض افرجيكم شو شريت من السوق. اللهم صل على سيدنا محمد. جبت ملوخيه 4 كيلو، الكيلو بشيكل. تعرفين خلاص نزلت الرواتب بروح انا على السوق. جبت بندورة الكيلو بشيكل، جبت 3 كيلو، 3 كيلو بندورة. بتنجان الكيلو بشيكل، جبت 3 كيلو بتنجان برضه. صلى على سيدنا محمد. بصل 8 ب100، 8 ب100 البصل قلتلكوا، جبت ب5 شيكل. جبت فلفل نص كيلو بشيكل برضه. جبت جرادة، جبت ضمة كبيرة ب2 شيكل. جبت بقدونس بشيكل، وروكة بشيكل، وجبت فجل بشيكل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلوا على رسول الله. جبت ملفوفة الحبة بشيكل للسلطة، عشان هيك من برا الورق تبعها دبلان جبتها بشيكل. وجبت ورق عنب ب6 شيكل نص كيلو. اللهم صل على سيدنا محمد. نص كيلو فلفل جبت بشيكل نص كيلو فلفل أخضر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني عملت انا ب200 شيكل، جبت اغراض كتيره. جبت نص كيلو باميه، تقريبا نص كيلو وشويه ب10 شيكل طلعت. بحبها انا الباميه هذه كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلى على رسول الله يا غاليين. وجبت خيار بلدي بشيكل الكيلو. لا اله الا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب يا غاليين. جبت كيلو 3 شيكل الفاصوليا الخضراء الكيلو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبت بطاطا الكيلو بشيكل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، حلوة كتير حبيتها بتجنن. يعني اتسوقت. جبت الخضرة وجبت الدجاج وجبت كل اشي مرة واحدة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انتوا عارفين لما انا بنقبض احنا بننزل روتيني شهري. باكيتات للسلات 8 شيكل الكيلو. معكرونة بشيكل، جبت الباكيتات من هاي. وجبت عين جمال ب4 شيكل لوقية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبت جبنة ب7 شيكل نص كيلو، جبنة بلدية. ومرتديلا بشيكل كان عليهم عروض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبت هذه السمنة أميرة ب5 شيكل العلبة. وكنت جايبة 15 كيلو شمام تقريبا ب8 شيكل. عملت للعصير وطلعت للأولاد ياكلوا منه. اللبن 3 علب لبن ب2 شيكل شمينت. ولبن عادي بنص شيكل العلبة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبت شوكولاتة نوتيلا مكتوب عليها ب2 شيكل العلبة. مربى ب3 شيكل مربى فراولة. صلصة ب6 شيكل العلبة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبت زروفة للتخزين برضو. جبت بذور الشيا ب2 شيكل. جبت زعتر الباكيت ب2 شيكل. جبت باكيتات بيضة للتخزين. جبت موز حخلي منه للأولاد ياكلوا وحاخد منه للعصير. الموز لما انا بخزنه للعصير بحط عليه ليمون، بعصر عليه ليمون في الباكيتات لما بحطه في الباكيت وبخزنه بقيمه. جبت جناحين حبش الكيلو ب10. جبت 35 شيكل، 3 كيلو ونص تقريبا. ما شاء الله شايفين ما احلاهم. وجبت صدر حبش كيلو ونص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلى على رسول الله. بخليه يقطع لي اياه الزلمه الاستكات، بحكي له استكات بقطع لي اياه زي ما بده. وجبت فخاد 4 كيلو فخاد دجاج، بس انا برفع الجلدة وبحطهم بالظرف تاني وبرفعهم. وجبت كفتة كيلو ونص كفتة. جبت انا الكيلو ونص كفتة. كيلو عليه بقدونس وبصل، وكيلو نص كيلو كفتة حمرا. وجبت نص كيلو لحمة للطبيخ، لحمة يعني اطبخ فيها. انا بجيب بعمل ولما بتاخد مني بتصفط. طبعا انتوا عارفين انا قبل ما صفت الخضرة هي كلها بروح بمسح التلاجة وبرتبها. جبت سردينة الكيلو ب4 شيكل. بدنا نعمل انا وياه كل يوم صينية سردينة. طبعا هنضفها وهرفع الشوكة كلها اللي فيها، هفرجيكم كيف باذن الله. لما بجيب سردينة الا احطها اول ما افوت في صينية او احطها في البايركس عشان ايش ريحتها. جبت ب2 شيكل جزر. جبت كيلو عشان جبت ورق عنب، بدي اعمل ورق عنب بحب احط تحت ورق العنب جزر. هاي زي ما انتم شايفين. وجبت شوكو كمان العبود العلبة بنص. وجبت باكيتات حراري. طبعا هدول ظروف حكيت لكم عليهم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هيك هيني عملت الموز بالظرف، بدي احط عليه ليمونه، شفته عصرت عليه نص ليمونه على الموز عشان ما يتغيرش لونه بالفريزر. هاي خطوه مهمه جدا، صدقيني بيجرالوش اي اشي، زي ما انا عملته بالظبط اعمليه. انا طبعا يعني الشمام قشرته زي ما هو، حطيته بالفريزر. هيني رجعت لك الفكره تاني عشان ما تنسيش، بتعصري عليه نص ليمونه على الظرف، قلب الظرف جوا، بضل لونه احلى، بتغيرش نهائيا، يعني ما بسمرش. طب تعالوا شوفوا، شريت بقوليات من عند ابو العز، شريت فول 7 علب فول ب10 شيكل، هاي لما اللي جنبي مبيناه، وشريت سميد، وشريت معكرونه، وشريت بيكنج باودر وفانيلا، شريت جبنه كشكفال ب16 شيكل، وعلب لحمه شريت العلبه ب2 شيكل، وشريت ادوات تنظيف. يعني شريت كل بهارات تقريبا بشيكل ب2 شيكل من عند ابو العز. لا اله الا الله. شريت سمك الكيلو ب7 شيكل دينيس، جبت انا ب10 شيكل، خزنته فسيخ، نظفته وخزنته فسيخ، وحطيت ملح وكركم. شريت المعكرونه بشيكل طبعا زي ما انتم شايفين، وفستق واشياء يعني. فول 7 ب10 زي ما قلت لكم، بيكنج باودر وفانيلا، جبت سميد، جبت شاي ب5 شيكل علبه. طبعا انا حكيت لكم في البث المباشر كل الاسعار، بس هنا عشان ما يكونش الفيديو طويل مش هحكي الاسعار كلها طبعا، بس انا حكيت لكم اسعار الخضره. السكر انا بحب اجيب رطلين، يعني ازازه الزيت ب22 شيكل، وخليته يجيب لي نص كيس رز. الرز ب65 شيكل 10 كيلو، ما شاء الله حبته بتخوت. انا كل اكلي بعمله تقريبا منه، زي ما انتم شايفين عارفين البيت، يعني مش هقدر احكي لكم كيف البيت عايم، بس ان شاء الله باذن الله وبعون الله ربنا بيعطينا الصحه، وهنخلص كل الفوضى اللي في البيت باذن الله. شوفوا كيف البيت لسه هذا ولا اشي، مش شايفين الصالون انتو. طب انا عملت الباميه وغسلتها، حطيت شويه ملح في الميه وسكر، وبدي اسلقها غلوتين واحطها بالفريزر، ورفعت الشوكه من السردين عشان بدي اعمل صينيه. شايفين كيف برفع الراس وبنضف البطن من جوا، وبرفع الشوكه تاعتها سهله جدا، بتفتحيها كلها كده بالطريقه هذه، وبتطلع الشوكه منها، مش صعبه خالص باذن الله. كمان بدها ترتب لما التلاجة وانا بعمل قاعده الاكل، حكيت لها لما ترتب التلاجة تنظفها كلها وتصفت فيها الاغراض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا اله الا الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب يا غاليين. حطينا دجاج بالفريزر، خلاص نظفت الفخاد وظبطت الصدر اللي جبتهم وكده، حطيت الموز، بدي احطه كله بالفريزر الكبير. طب تعالوا نعمل صينيه السردينه. حطيت حبتين بصل كبار، حبه بندوره، قرنين فلفل اخضر، طلعت الشوك كله، غسلتها بطحين وسبتها بالمصفايه، وحطيت تومه كمان. شوفوا الجلي كيف. طبعا طلعنا الباميه على اساس انها تبرد. بدنا نبدا نصفي البقوليات. خلصت طبعا من كل اشي انا، بس ضل علي حاجات بسيطه. طب بدي احط معلقه ماجي، نص معلقه كمون، صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد، ملح، لا اله الا الله. هعملها على الغاز اسبكها. نص معلقه فلفل اسمر، حطيت كمون نص معلقة، وحطيت توابل سمك معلقة، نص معلقة بابريكا، ومعلقة ماجي صغيرة، وهقلبهم كلهم كويس. طبعا قلبتها بزيت طهي فنجان مليان. حط السردينة، البصلة اتدبلت والبندورة طبعا دبلت، شايفين انتوا، والفلفل كمان لونه اتغير، تقلبتين، وبدي ادير عليها مج مية كبير واسيبها تستوي على المية تاعتها. حطيت معلقة توابل السمك كاملة، وحطيت كمان معلقة، هين لقيتها بدها كمان، يعني ريحتها لقيتها مش كتير ظاهرة هيك تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين هي حطيت عليها المية، وبدي احطها باذن الله بس تتسبك في الفرن يتحمر وجهها. طب بدنا نعمل الفاصوليا. حطينا الفاصوليا زي ما عملنا في البامية بالضبط. هي طلعتها من المية. طبعا انا رتبت الجلي، جليت كل الجلي ورتبت المجلة، بس ضل علي الغاز امسح جنبه، امسح الغاز نفسه كمان. شايفين خلص هيك تمام. بدي اسيبها تبرد، بعدين نحطها بالظروفة تبعت التخزين. لقطت الملوخية كمان. كل اشي انا بجيبه بحب اعمله مرة واحدة. يعني هاي الفاصوليا بدي احطها لقيت في الفريزر خلص بردت. شايفين المطبخ تمام. عملت لي لما الله يرضى عليها ترمس القهوة عشان اشرب قهوة، ما شربتش قهوة طول النهار. ضليتني من الساعة 10 لحد الساعة 6 المغرب وانا بشتغل. اجت عندي اختي ام صالح الله يخلي لي اياها، حكيت لها تعال تغدي عنا صينية سردينة، بتحب صينية السردينة. شوفوا كيف ما شاء الله. خلاص هيك تمام. الحمد لله رب العالمين. اللهم زيدها على الكل يا رب نعمة وخير وبركة علينا يا رب أجمعين. تصفيت لما التلاجة،
حكت لها صفتيها، مسحتها وضبضبتها وصفتتها. وعملنا الأكل لأبو أدهم. أبو أدهم بحبش السمك. بدي أعمل عصير شمام كمان. شايفين كيف طف من هذا عشان مزودة المية في الشاف، كنت مش منتبهة، بس الحمد لله اجت بسيطة. عملت سلطة، حطيت عليها زيت زيتون، كمون، فلفل أسمر، ملح. خلاص طلعنا الصينية من الفرن. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. صدقوا حطينا الأكل تقريبا 5:30 على الطاولة. الغدا 5:30 نحط على الطاولة عبودي مكيف عبال ما خلصت ورتبت كل اشي. ويعني كان يوم حافل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بالشغل والتعب والإرهاق، بس الحمد لله رب العالمين أنجزت. يعني كل اشي عملته ورتبته، الملوخية، البامية، الفاصوليا، كل حاجة. طب أنا بدي أخدكم جولة بسيطة مش يعني كبيرة، بدي أخدكم جولة هلقيت بس نخلص من الفيديو تبع الغدا. بدي أخدكم جولة كتير ممتعة. الجولة اللي هاخدكم فيها بدي أخدكم جولة بمنطقتي أنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على رسول الله. تنسوش ترفعوا الفيديو بالصلاة على الحبيب يغلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا تعالوا بدي أخدكم جولة في شارع العواميد. هنا أنا نازلة على شارع إحنا بنحكي عليه شارع العمدان. لسه أنا ما وصلته، لقيت حنوصل فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أكيد فيكم حدا سمع في الشارع هذا. هذا الشارع بضل طالع من هال لحد شارع صلاح الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين المفترق هذا اللي أنا قطعته؟ ممكن تقفي تاخدك السيارة رفح، خانونس، البريج، وين ما بدك وين ما بدك بتضلك ماشية في الشارع هذا بالسيارة، تاخدك لحد شارع صلاح الدين ضلك فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا مدرسة الصفاد ومدرسة الحرية. على طول هيك بضلهم بيحكوا عليه شارع العمدان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سألت أبو أدهم ليش بيحكوا عليه شارع العمدان، حكى لي دائما كان في عمدان كتير كتير. هلقيتها طبعا فيش فيه زي زمان، بس كان زمان قال لي كان كله عمدان. قدام شوية جامع صلاح الدين، مش شارع صلاح الدين، جامع صلاح الدين. ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني الشارع كتير هادي وحلو ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا كنت طالعة على الوالدة الصبح، رنيت عليها قلت لها كيفك ايش أخبارك، قالت لي تعالي اشربي عندي قهوة. هي هنا الجامع، هنا شايفين شوية وهنكون قبل صلاح الدين. هيك وصلنا الجامع. اللهم صل على سيدنا محمد. هي حيطة الجامع، جامع صلاح الدين. برضو من هنا بتقفي بتطلع من وين ما بدك. الشقة الثانية بتطلعي على الشجاعية، بتطلعي منها على الشجاعية بتطلعي وين ما بدك. أنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طب هيك خلصت جولتنا في الشارع. يلا نروح على إمنا. كلمتها حكيت لها جاية عندك أشرب قهوة، لقيتها محضرة لي حاجة حلوة. أحلى حاجة في العالم فنجان القهوة مع الوالدة الصبح. هذا يعني رائع جدا الاشي. تعالوا أفرجيكم المجمع الإسلامي. بطل إطلالة أهلي، بطل على المجمع الإسلامي. طلعوا لي ما شاء الله تبارك الرحمن كيف الإطلالة ما أحلاها. طبعا هيك بتحس المنظر طبيعي فظيع فظيع. يعني ما شاء الله صوت العصافير وين ما كان، صوت الجمام، حمام ما شاء الله، عشان دايما فيه كل ما في شجر وكل ما في زراعة هتحسي الطبيعة أحلى بكتير ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا كيف. الوالدة ساكنة على الخامس، طبعا في أسانسير لازم أكلمها قبل ما أفوت باب البناية عشان تفتح لي الباب تبع الأسانسير. إن شاء الله دائما بتعجبكم وصفاتي وبتعجبكم فيديوهاتي وبتعجبكم روتيناتي. وأمانة ما تنسوا تصلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله يا رب دائما بكون عند حسن ظنكم. وإذا حابين تدعموني فضل وليس أمر بقناتي باليوتيوب اسمها وصفات سهلة وسريعة مع لمى البيك. فاضل وليس أمر تضغط على زر الاشتراك ويجيكوا جرس تضغط عليه تشوفوا كل وصفاتي أول بأول. تشرفوني إذا عملتوا لي فولو على الانستغرام. طيب أنا هم بسيبكم بدي أحكي لكم مع ألف سلامة ودمتم في رضا الرحمن يا غاليين. أمانة ما تنسوا تصلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.